عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. جيت لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد. ان شاء الله فيديو النهارده هيعجبكم. اولا كده انا مش عارفه اعمل معاكم ايه النهارده، بس عايزه اقول لكم ان انا بصراحه انا عملت المطبخ اللي هو الجزء التاني من الفيديو اللي انا كنت منزلاه، اللي هو مش اللي نزل لكم اللي قبليه. سوري ان انا بنام كتير. ف بصراحه انا عملت المطبخ لوحدي. هقول لكم ليه. اولا الستاند بتاع التصوير اتكسر، ده مبدئيا كده. اللي هو بمسك عليه التليفون، حامل التليفون. الستاند اللي انا بصور بيه ده انا كنت جايباه ونسيه خالص، لان ده عباره عن مشبك كده. يعني هو يعني بيحمل حلو قوي، بس هو لازم يتشبك في يعني في رخامه في اي حاجه كده. فالمهم يعني حتى لو انا افتكرته ما كانش هينفعني. تمام كده. ثانيا انا اليوم اللي عملت فيه المطبخ ده بتهيألي واضح النظافه باينه. يعني بتهيألي النظافه باينه. اللهم صل على النبي. اليوم اللي عملت فيه المطبخ انا كنت تعبانه جدا جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. انا اول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حسيت ان انا بموت. روحي دي روحي دي كانت رايحه مني، والله العظيم. فالمهم خدت حقنة فيتامين وخدت العلاج بتاعي اللي هو كنت اول مره اخده من يوم ما حملت. بصراحه بقى فقلت لا، خلاص انا كده بموت زي دلوقتي كده، مش قادره اتكلم ان انا نفسي بيبقى مش حلو خالص في الحمل. بس فبصراحه عملته لوحدي وكمان ليه بقى اقول لكم بقى. تاني سبب اللي خلاني اعمل مطبخ، لا مش تاني سبب، ده السبب الاساسي، ان انا ما بقاش عندي تفاعل زي الاول. كل ما اغيب عنكم شويه ارجع كده ما الاقيش تفاعل كويس. لازم اعمل كام فيديو كده ورا بعض عشان الاقي التفاعل عندي كويس. يعني انا حسدت نفسي لان انا لما تميت قلت ده انا عملت 1000 مشترك في شهر، وكنت بعمل 1000 مشترك في سنتين اول ما بدأت القناة. فازاي وعملت 1000 مشترك في شهر؟ فحسبت نفسي ودلوقتي وصلت عند 2147 مشترك. فدول كده احنا كده مش حلوين مع بعض، وعايزة تشجيع وعايزة حماس عشان اقدر ارجع لكم تاني بفيديوهات حلوة. نعم هرجع لكم تاني. تعالى. بس فبقول لكم ما بقاش فيه بقى ايه تشجيع زي الاول ولا تفاعل كده على الفيديوهات، مش عارفة ليه. بس انا هعمل وقفه معاكم وهقول لكم ان انتوا لازم تشجعوني، لان انا بعمل الفيديوهات دي يا جماعه وانا يعني ايه، مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. يعني انا عارفين فكرت كام مره قبل ما البس واصور. المهم عايزاكم بقى ايه تعملوا لايك للفيديو النهارده، لان انا النهارده مش عارفه اعمل معاكم ايه، بس انا معاكم روتين في المطبخ خفيف. والنهارده بقى انا بصوا انا محتاسه جدا جدا. انا بقالي اسبوع كل يوم بعمل حاجه في البيت، لان انتوا عارفين تنظيفات الشتاء وكده. معلش. عارفين تنظيفات الشتاء وكده وانا بعمل لوحدي يعني. اللهم صل على النبي. اول حاجه عملتها المطبخ، تاني حاجه بغسل كل الحاجات اللي جوه. بقالي 3 ايام او 4 ايام بغسل هدوم بقى ومفارش وحوارات كده، وهدوم خروج وحاجات قد كده. 3 ايام بغسل او 4 ايام. وعايزاكم تباركولي اني اخيرا غسلت الاوتوماتيك. والله لا بعرف ازغرط، كنت زغرت والله. اخيرا الشركه امبارح جت خدتها وقالوا لي 5 ايام وهنجيبها لك يعني. فيا رب كده ان شاء الله ترجع كويسه وجميله ما تبص تاني. بس تابعوا بقى فيديو النهارده للاخر، وعايزاكم تعملوا لايكات، وعايزاكم تكتبوا لي كومنتات فين راحت فين. تمام. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. ولو لقيتوا بقى ايه يعني الزاويات بتاعت الفيديوهات بتاعت التصوير مش حلوه فاعذروني، ان انا يعني غصب عني والله. يعني ده اخر حاجه انا عارفه اوصل لها، لان زي ما قلت لكم لازم اشبك الستاند بمشبك. بس كده طولت عليكم انا اسفه، بس كنت حابه يعني ادردش معاكم شويه واحكي لكم اللي حصل يعني. يلا بينا نبدا الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا زعلانه منكم جدا جدا جدا. من البدايه كده بقى نتفق مع بعض ونفهم كده ان انا زعلانه منكم. ليه بقى؟ لان انتوا ولا بتسالوا عليا، ولا بقى في دعم، ولا بقى في مشاهدات، ولا بقى في اي حاجه خالص خالص خالص
الحاجات الحلوة اللي انتوا بتعملوها معايا دي، كل ده عشان بتأخر عليكم في الفيديوهات. طب ما هو ده غصب عني، والله غصب عني. اول حاجة بس عايزة، او تاني حاجة عايزة اسلم عليكم، اقول لكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. ليه بقول لكم دلوقتي عاملين ايه والكلام ده؟ لاني المقدمة بتاعت الفيديو والفيديو نفسه، انا عايز اقول لكم ان انا عملت لكم دلوقتي الفويس ده بعد اسبوعين من المقدمة اللي انتوا شفتوها. طبعا هتستغربوا وتقولوا اسبوعين والكلام ده. بصوا، ساعات كده بيحصل معاكوا حاجات ما تعرفوش ان هي هتحصل، طبعا ان كل حاجة في علم ربنا، بس الحمد لله على كل شيء واجبه لنا، احنا راضيين بيه. الحمد لله ان احنا برضو كويسين، ولادنا كويسين وبخير وبصحة، والحمد لله يعني على اي حاجة ربنا بيجيبها وبيزحها. هو ربنا بيختبر بس ايه، صبرنا، وبيختبر كده ما يدينا البلاء نستحمله وهنرضى بيه ولا لا. زي ما بيدينا الحلو برضو بنحمد ربنا عليه وبنتبسط بيه، فلازم يدينا ده ويدينا ده. عايز اقول لكم ان انا يوم الفيديو ده، لما عملت لكم الروتين في المطبخ، انا كنت هعمل معاكم روتين تاني في الدولاب بتاعي انا، دولاب اوضه نومي. بس الحقيقه ان انا برضو ما عرفتش لاني خلصت، وبعدين لقيت نفسي اتلهيت كده وما عرفتش اصور وكمان انا بصراحه مش بظهر يعني ايه اوضه النوم بتاعتي في الفيديوهات. فده اللي خلاني مش عارفه ان انا اصور تاني، او مش عارفه اصور معاكم الدولاب بتاعي وانا ايه، وانا بطبقه. فقلت وكمان يعني طلعت الشتوي ودخلت الصيفي، وكان يوم ما يعلم بيه غير ربنا وسط العيال بقى والكلام ده، فالدنيا بتبقى صعب. تمام كده، تمام كده. احنا لحد دلوقتي ايه، تمام. خلصت دولابي، المفروض ان انا اخلص الدولاب، وتاني يوم او مثلا بعديها بيوم هبتدي بقى ان انا اعمل ايه، اعمل بقى تنظيفات، اللي هو الايام بقى مثلا هاخد اوضه اوضه، او كل يوم اوضتين كده، يعني حسب ما ربنا ايه قدرني. فالمهم جيت انا تعبت كام يوم كده وما قدرتش ان انا اعمل حاجه، ولا عرفت اعمل اي حاجه خالص. بعدين دخلت بقى في دوامه ايه، بنتي اول حاجه طعمت، هي كانت متأخرة على تطعيم ال6 شهور. طبعا ال6 شهور بيبقى في حقنتين، طبعا الواحدة دلوقتي بقوا بيتصلوا بيكوا لما يبقى في عندك طفل ما طعمش بيتصلوا بيكوا. فالمهم انا ما طعمتهاش ليه 6 شهور، لان هي كل ما بتيجي تطعم سبحان الله لازم حاجة تعطلني، تتعب، يجيلها برد. فده طبعا ما ينفعش خالص تطعم وهي بردانة، لاني هيسبب لها طبعا اعراض وحشة كتير. بعدين جه في ال9 شهور بقى، في التطعيم ال9 شهور الواحدة قعدت تتصل بيا وبرضو فعلا كانت تعبانة، فقال لي يا فندم هي بتاخد نقط بس. قلت له بس هي ما اتطعمتش ال6 شهور ولا كمان ال4 شهور. قال لي مش مهم تاخد نقط وكده، ولو ينفع يطعموها هيطعموها. المهم قلت له خلاص تمام. اتصل بيا الساعة 9 الصبح اليوم، انا كنت هنا لحد هنا كنت تمام كويسة مفيش مشكلة. فبنت عمي كانت عندي قالت لي ايه، انا هنزل بيها طعمهالك وكده. قلت لها ماشي. راحت طعمتها وسخنت السخونية الطبيعية بتاعت الأطفال لما بتطعم، وقعدت يومين سخنة. بعدين قعدت كام يوم. نسيت اقول لكم ان اليوم اللي هي طعمت فيه، مجرد ما بنت عمي نزلت من البيت، انا اللي جالي مغص جامد جدا، ومعدتي دي كانت بتوجعني، ودور رعشة بقى، وحاسة ان انا بسقع وبتحر، مش عارفة حصل لي ايه. ف اتدفيت كده وخدت علاج ونمت. وبنتي بقى جت بنت عمي جابتها وكده، واديت لها دواء سخونية وتابعتها برضو، لان السخونية طبعا بتكون غلط. فحمدت ربنا وقعدت يومين عليها برضو. طبعا هنا بقى خلاص انا ولا عارفه منتج حتى الفيديو اللي انا صورته لكم، ولا عارفه اعمل فيديو تاني هيبقى مثلا تكمله، ولا عارفه اعمل اي حاجه. احنا لحد هنا كده تمام تمام. جت بنتي تعبت، جالها برد، اديت لها ادويه مش سخونيه، جالها برد كحه بسيطه، اديت لها دواء كحه. الكحه بتزيد، اديت لها جبت لها نوع تاني
المهم في يوم وليلة كده لقيت البنت مش قادرة، النهجان، نفسها ده طالع نازل، بتتنفس من بطنها مش من صدرها او من بقها يعني. آه، صعب جدا، الوضع صعب جدا، وسخنت. اليوم ده كان يوم جمعة، فطبعا مفيش دكاترة يوم جمعة، العيادات قافلة. فقلت لباباها انا هنزل عندنا في اسكندرية في مستشفى اسمها الملكة نازلة، دي مستشفى ممتازة. كان اليوم ده الصبح، كان الساعة 8، قال لي لأ ونجيبوا لها علاج وكده. فهو جوزي بصراحة ما بيقتنعش بالمستشفيات الحكومة يعني دي، فهو ما يعرفهاش يعني، أنا عارفاه لأن ولاد أختي كانوا بيتعبوا بنودوهم هناك، بصراحة ممتازة يعني. فجيت بالليل، قال لي لأ خلينا نوديها مستشفى خاصة وكده، فاديت لها علاج هدت شوية. فجيت على الساعة 5 المغرب كده، البت تعبانة جدا، الموضوع بتاع النهجان ده جالها تاني، وصدرها طالع نازل ومش قادرة ومش متظبطة، وحاسين عارفين لما يكون واحد كده مش متوازن، هي كده مش قادرة ترفع دماغها، لازم تسند دماغها عليا وانا شايلاها، او تسند دماغها على اي حاجة هي جنبها وكده. فطبعا خدتها ورحنا بيها المستشفى، بوندية عندنا برضو في العجمي في اسكندرية. فالدكتورة قبل ما تسمع أصلا، قبل ما تكشف عليها، سمعت صوت صدرها، قالت لها ايه ده، قالت لي ايه ده بنتك، من غير كلام كده، ايه اللي انا سامعاه ده، صدرها يعمل كده ليه؟ فبتعري بطنها، لقيت بطنها دي طالعة نازلة، لا دي لازم هتتحجز في المستشفى. فقلت لها، صدمتني بصراحة، قالت لي مش عايزاكي تقلقي، ايه دي ومش عارفة ايه والكلام ده. فقلت لها اللهم صل على النبي، طيب الوضع ايه؟ قالت لي بصي نصيحة مني كدكتورة، انزلي بيها على ملكة نازلة، ان هي هتحتاج حجز. طب نحجزها هنا؟ قالت لي صدقيني هناك هيبقى احسن، الادوية اللي مش هتلاقيها في الخاصة هتلاقيها فين؟ في الحكومة. فالمهم بصراحة انا ما اقتنعتش قوي ان هي ممكن تبقى عايزة تحجز، مع اني شايفة حالتها قدامي، بس اللي هو مش قادرة استوعب الفكرة، فاهمين؟ فاخدت بعضي وكده وجريت رحت على المستشفى، على امل ان هما يقولوا لي ايه، ان هي مش هتحجز وممكن تاخد جلسة نفس ونيجي بيها على طول. آم، جوزي برضو مش مقتنع، انتي بتهزري، آه، ازاي يعني ومش عارفة ايه وكده. فالمهم رحنا بيها، الدكتورة برضو كشفت عليها، قالت لي دي هتتحجز. والله العظيم من قبل ما تكشف عليها صدمتني، وقعدت بص اعيط عيط اصلا من ساعة وانا في المستشفى، من قبل اصلا ما اروح المستشفى وانا عمالة اعيط عشان مش قادرة اشوفها كده. فقالت لي اللهم صل على النبي، الدكتورة بقت لي دي يا ماما هتحتاج حجز، وهتاخد دلوقتي 3 جلسات، لو ما لقيتش عليهم هتدخلي عناية. يا لهوي يا رب، ايه ده، ايه ده. بقيت انا وماما بقى مصدومين كده، اللي هو مبلمين. بس قعدت، خدت 3 جلسات والحمد لله يعني لقيناها ان هي مش محتاجة عناية، فاتحجزت بيها بقى 3 ايام كده حلوين كده في المستشفى. شفت فيهم اللي عمري في حياتي ما شفته، الاطفال قد ايه تعبانين، ربنا يشفي كل مريض. فالحمد لله على كل حال. اللي بحكي لكم يعني عايزه احكي لكم الوضع بيكون عامل ازاي، او مثلا انت ممكن تبقي بتعملي حاجه ومتعرفيش ايه اللي مخبيلك يعني. بس كانت تعبانه جدا والله، وكمان كانت محتاجه حجز، لان هي كل ساعتين كانت لازم تاخد جلسه نفس، طبعا كل جلسه بعلاج، فاهمين؟ كان عندي جهاز في البيت وكنت ممكن احجزها، قصدي اديها جلسات في البيت، الجهاز ده بتاع ابن اختي ربنا يشفيه برضو. فالدكتور قالت لي مينفعش، دي صغيرة وممكن الجلسة يجي لها ضربات قلبها تبقى سريعة، وما ينفعش يعني محتاجة حجز. فطبعا انا لما رحت المستشفى ما ادونيش فرصة حتى ان انا اقول، انا استغربت، دي المستشفيات الحكومة عمرها ما بيكون فيها حجز، عمرها. بس
طبعا الاشعه عملتها على حسابي والتحاليل على حسابي، كل حاجه على حسابي يعني. لكن الحجز بصراحه انا ما دفعتش حاجه. بس اللهم صل على النبي. فقلت لهم طيب انا لو محتاجه يعني بعد ما اتحجزت وعملوا لي الورق كده، لان هم قالوا لي حجز وعملوا لي تذكره حجز على طول، ما ادونيش فرصه ان انا حتى يعني اعترض. بصراحه انا كنت خايفه قوي عليها. بس فجيت اول يوم الصبح لما اتحجزت قلت لهم انا عايزه اعمل تذكره حجز خروج قصدي، واطلع اخرج يعني ايه من المستشفى وكده. فقالوا لي طبعا ده غلط وما ينفعش وعلى مسؤوليتك وايه تاني غلط على البنت وكده وكلهم بعدوا يقنعوني خلاص اقعدي. وبصراحه اللي كان معترض جدا 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 ان هي تتحجز هناك هو جوزي. فقلت له انا اقنعته ان هي مستشفى كويسه، وقال لي لا بلاش، واحنا الحمد لله نقدر نحجزها في مستشفى خاصه وكده. قلت له لا انا عارفه ان المستشفى دي كويسه وتمام ومفيش اي مشكله. يعني ولاد اختي او بنت اختي كانت قبل كده تعبانه وكانت اصغر من غزل. بصوا هنا بقى اما كنت في المستشفى، ان هي المستشفى عندنا في بحري على البحر، انا ما كنتش بنام. عايزه اقول لكم الوقت ده اصلا كنت شايلاها واقفه بيها كده في الطرقه بتاعه المستشفى، كله نايم الدنيا هصوص. الاطفال ربنا يشفيهم ويعافيهم، ربنا يا رب يشفي كل مريض. فكنت واقفه بقى ايه، لقيت كده المنظر الشروق ده هنا وهي نايمه كده على كتفي، رحت مصوره بس. فالحمد لله على كل حال، هي دلوقتي بقت احسن. بس طبعا بتابع بقى عند دكتور متخصص يعني بره، لكن هي الحمد لله بقت احسن وبقت كويسه. وطبعا هما ادوني علاج لما اخرج اكمل لها بيه مضادات حيوي وكده. فبصراحه هناك في اهتمام قوي بالاطفال. لو حد من اسكندريه يعني وبيسمع الفيديو ومش ما يعرفش المستشفى دي اصلا، انا ما صدقتش ان كان في مكان، ان على طول ما بيبقاش في اماكن هناك. فبصراحه في اهتمام بالاطفال، نظام مواعيد الادويه بتاعتهم وكده يعني. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، وانا راضيه باللي ربنا قسمه لي. والحمد لله على كل حال يعني. والله بقيت عماله اقول يا رب اللي فيها يجي فيا، يا رب هي مش هتستحمل. واطفال كتير جدا تعبانين برضو يعني، يعني امهاتهم. بصوا اقول لكم حاجه، الامهات فعلا بتعاني يعني. لما ربنا قال الجنه تحت اقدام الامهات، يعني بجد عشان ربنا عارف بجد، والله ربنا عارف الام دي قد ايه بتتعب، قد ايه بتتعب. مهما تقولي الراجل ده بيتعب وبيشقى، لا لا مش زي الام والله. بجد بتستحمل حاجات كتير قوي الست دي بجد. دي ب100 راجل، مش عليا على فكره، انا بقول على كل ست. يعني علميا اصلا الست بتستحمل الالم عن الراجل. ما بالكوا بقى يعني الراجل بيروح يشتغل وبيرجع البيت ينام ياكل يشرب برضه طلباته وتبقى عنده. الست دي بتربي. مهما تقولي الراجل بيربي، لا لا لا، الست بتربي. الست هي اللي بتبقى متابعه ابنها او بنتها او ولادها في الدراسه، هي اللي بتودي، هي اللي بتجيب، هي اللي بتاكل، هي اللي بتشرب، هي اللي بتفكر. لا 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 لا، هي اللي لما بيتعبوا هي اللي بتبقى تعبانه مش هما. هي اللي ملتزمه بكل حاجه في البيت بصراحه. الله يكون في عون كل ست. بجد انا طبعا بقول لكم ليه كده، لان انا يعني انا يعني مش بالي كتير يعني، انا بقالي 2.5 سنين من مثلا من يوم اسد. لكن الحقيقه انا ما كنتش اعرف ان امي بتتعب كده. طبعا ولادي تعبوا قبل كده واسد تعب قبل كده، بس اول مره اتحط في الموقف ده، وربنا ما يكتبه عليا تاني ولا يكتبه على كل حد يعني. اول مره اتحجز في مستشفى بنتي، ده أنا لو كانوا قالوا لي عينيا كنت مت اصلا. لو كانوا قالوا لي عينيا انا كنت اللهم صل على النبي، كنت خرجتها بره المستشفى وكنت وديتها مستشفى خاصه، وكنت اخدت اوضه جنبها مرافق. يعني مستحيل كنت خرجت من باب المستشفى وانا بنتي مش معايا او انا مش جنبها. وطبعا ده لمصلحتها، بس انا كنت اكيد اتواجدت برضو في المستشفى. انا كنت هاخد الاوضه دي كده يعني، وكنت مش هتنقل من باب العنايه. بس الحمد لله خرجت. وهنا بقى انا كنت رجعت البيت، حبيت ان انا اكمل لكم الفيديو بنفس اليونيفورم اللي انا كنت لابساه.
ليه بقى؟ اقول لكم ليه، عشان بس ايه ما تحسوش ان في فرق او في اختلاف. انا ما كنتش هحكي اصلا الموضوع، يعني انا لما بصور الفيديو ده ما كنتش هحكي اللي حصل، بس قلت برضو اشارككم معايا. وخلي بالكم من ولادكم الفترة دي. آم، يعني صعبة جدا، الجو وحش قوي. بلاش تتقلوا لهم قوي زيادة عن اللازم، وبلاش تخففوا لهم، يعني خليكوا في الوسط كده حسب الجو. بصوا زي ما احنا بنحس هما بيحسوا. يعني انتي مثلا دلوقتي تقدري تلبسي، يعني انا شفت واحدة معايا في المستشفى ملبسة بنتها يعني ادوار كتير قوي، تيشرتات كتير قوي قوي قوي. قلت لها حرام عليكي، انتي تقدري تستحملي ده؟ والله البنت ما قدرت تتحرك، مش عارفة تمشي من الهدوم اللي لابساها. وكمان ايه يعني محجوزه في المستشفى. بصي بقى يعني انتي اهو ملبساها كل ده وهي تعبت. طبعا انا غزل ما كنتش لحد ما وديتها المستشفى ما كنتش قلت لها اي حاجه. فيمكن ده اللي اثر عليها برضو، لان هي كانت على طول لابسه قط نص كده. فالحمد لله، خلي بالكم من ولادكم. وطبعا كل شيء نصيب، وربنا هو اللي بيجيب، وهو برضو اللي بيزيح، وهو اللي بيكرم، وهو طبعا اللي بيرفع عننا بلاء. يعني الحمد لله البلوى بتبقى نازلة كبيرة قوي، فربنا بيرفعها عننا وبيهونها علينا. و- وربنا عارف قدرة كل واحد، يعني هو يستحمل ايه وما يستحملش ايه. ف خلي بالكم بس ان الجو وحش قوي. حاولوا زي ما قلت لكم ايه تخلوكوا يعني ايه في المعتدل كده. بس الحمد لله، يا رب ما كنتش ضايقتكم بكلامي او يعني ايه نقلت لكم طاقه سلبيه، بس حبيت اشارككم ايه اللي حصل معايا. الحمد لله على كل حال. هنا بقى انا كنت اللهم صل على النبي، شلت تحت السرير. وكنت وعلى فكره هنا كنت ظبطت برضو تحت السرير وكده. بس كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بظبط دولاب جوزي. بطلع له الشتوي وبخرج له، بطلع له الشتوي يعني، وبدخل له الصيفي. طبعا تحت السرير ما عنديش مكان منفذ نهائي 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 ان انا اشيل اي هدوم شتوي وصيفي في دولاب، مستحيل. كل حاجة عندي ضيقة جدا جدا جدا. الوضع صعب بجد. يعني شايفين في رفين فوقية كده، هو عاملهم علشان احط له عليهم هدوم. وكمان انا مش دول اللي انا كنت قايله عليهم، بس هو عملهم غلط يعني. المهم ايه، الحمد لله قدر الله مش عارفه انا برضو لما ظبط الدنيا كده هبقى اوريكم يعني. طبعا انا هنا بصوا بقى غزل هنا حبيبتي. إيه واسد على فكره، انا لما رحت المستشفى بابا وداه عند مامته وقعد هناك يعني كام يوم. ولما خرجت المستشفى سبته برضو يومين علشان خاطر ما يتعديش من اخته. بس اليوم اللي جالي فيه طول الليل قاعد يكح، ما تعداش منها. لأ، لما هو بقى تقريبا نزل، كان الجو متأخر أو كده، فكان عمال يكح يكح لحد دلوقتي على فكرة. بس الكحة الحمد لله قلت، لأن أنا لحقته. عايزة أقولكوا أول ما سمعته بيكح شفته، والله العظيم أنا كنت نايمة كأني قمت مثلا من النوم على كابوس. بقول يا رب والنبي، يا رب والنبي، يا رب لأ، لا يا رب يعني ما يتكررش تاني، والكحة دي تبقى كحة عادية جدا. قمت جريت، رحت جبت له دواء واديتهوله. كل الادويه اللي عندي اديتها، مش بتاعت غزل، يعني الادويه اللي هي بتاعت البرد بتاعت الكحه. لكن غزل طبعا بتاخد كورتيزون وبتاخد مضادات حيوي فيها كورتيزون، ما ينفعش خالص اديهاله. بس بقيت بقى معاه واشوفه سخن طول بقى، ما نمتش بقى خلاص كده، مش عارفه انام. بس الحمد لله الام دي قلبها برضو، يعني الامومه دي مش بالسهل يا جماعه. فعلا احنا مش بنعرف غلاوتهم بالسهل كده. هما لازم يتعبونا ويغلبونا عشان نحس بقيمتهم وبغلاوتهم. طبعا هم غاليين وكل حاجة من غير اي حاجة، بس لما بيتعبوا بتحسي ان انتي مش عارفة، يعني قلبك هو اللي كأني حد يعني واخده منك كده رميه على الارض بتداس عليه، والله العظيم من الوجع والألم اللي هو بيبقى احساسك على ضناكي. ربنا ما يحرم اي حد من ضناه، ولا يا رب تشوفوا فيه اي حاجة وحشة، ويرزق كل مشتاق. اللهم امين الذرية الصالحة المعافاة بإذن الله كده. كل اللي بتشتاق لبيبي ربنا هيديها بإذن الله، بس كل شيء بميعاده ووقته، وربنا يعني كاتب لنا الخير أكيد.
بصوا بقى هنا انا كنت بعمل ايه، كنت بقى ايه، حاولت يعني دخلت حاجات كتير قوي تحت السرير في شنط طبعا زي ما شفتوا كده. وهنا بقى حاولت، بصوا الضرفة دي بتاعت هدوم يعني اللي هو بينزل بيها شغل او كده. لكن الضرفة التانية اللي هي مقفولة دي بقى هدوم الخروج والشوزات بقى والسليبرات، ما أدراكم وما الشوزات. والله العظيم جوزي ده بصوا مش عارف يعني، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا كده يديله صحة ويدوبهم كده. عنده هس بالهدوم. عارفين يعني ايه هس؟ هو عايش عشان يشتري هدوم وكتاشي وسليبرات اللي هي الشباشب يعني. لا 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 بجد فظيع 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 بجد. مش عارفه اقول ايه يعني. ربنا يخليه ويجيب. بصوا انا برضو يعني انا بحب اللبس وكل حاجه، بس مش زيه، مش زيه خالص. لا 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 هو فظيع بجد. بس فاحنا محتاجين، عايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله باذن الله احنا مش مطولين هنا في البيت يعني. ان شاء الله باذن الله كده هنروح على مكان اوسع واكبر وان شاء الله خير. مش عايزه اقول لكم الميعاد بالظبط عشان أنا لسه برضو مش عارفه، بس هو في القريب العاجل ان شاء الله. ف الدنيا بقى هتبقى مريحه بالنسبه لي. بصوا شقتي كويسه وكل حاجه وواسعه، بس يعني بدل في ايدك ان انت توسعي عليكي للمينا. نعم يا سوسو. وروح قول لفاطمه تعالي خدي النونو. فاطمه خديها. حبيت بس اقول لكم بس ايه الهندي اللي عايش معايا في البيت. بس فهنا بقى عملت ايه، طبقت له السويتشيرتات لوحدها والبنطلونات لوحدها، واللي فوق خالص دي ترنجات خروج، كلها ترنجات خروج يعني ما يتقعدش بيها في البيت. بس ظبطت الدنيا كده على قد ما اقدر. والضرفة التانية بقى دي لو فتحتها الهدوم كلها تقع، مش اللي هي مش منظمة، لا اللي احنا قافلينها بالعافية علشان خاطر يعني تتقفل. بصوا الشوزات تحت انا بكيسها كده عشان ما تطرفش طبعا، غير في شوزات تانية، في شوزات تحت السرير اصلا، وفي الجزامات اللي عندي. ليه جزامات؟ لان انا ما عنديش جزامة واحدة. بس هنا كنت خلصت، وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده هكمل لكم الجزء التاني من تنظيفات بقى الأوضة. بس لو عجبكم لقيت مشاهدات كده كويسة، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وختمت بقى بأكلة بسيطة كده، كفتة بقى ومكرونة وكده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ما تنسونيش بالاشتراك في القناة. اشوفكم بخير ان شاء الله الفيديو الجاي. اتمنى كده ما اكونش تقيله على قلبكم، وعايز اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وحشني قوي ان انا اسجل معاكم. البوسه دي مني ليكم. باي باي.